لو سألت أي حد عن الأندية الكبيرة في أوروبا هتلاقي الأسماء المعتادة والمتكررة: ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، بايرن. لكن لما توصل لأتلتيكو مدريد هتحس في حاجة مختلفة، مش بس لأنهم بيكسبوا أو بيخسروا، لأ، في حاجة أعمق من كده. النهاردة هكلمك عن ليه أتلتيكو مدريد مش زي باقي الأندية الكبيرة. مش هتكلم عن أخبار ولا انتقالات عابرة، لكن هتكلم عن الهوية للنادي، الثقافة والهوية. أتلتيكو من زمان ومعروف إنه نادي الشعب، أو النادي بتاع الطبقة المتوسطة والشعبية في مدريد، مقابل ريال مدريد اللي تاريخيا مرتبط بالسلطة والفخامة. طبعا الواقع أكثر تعقيدا من كده، في مشجعين أغنياء الأتلتيكو وفقراء للريال، لكن الصورة الذهنية اللي موجودة وقوية هي اللي بتوضح لك الفرق الحقيقي اللي بيظهر ما بين الطبقتين. طبعا الفرق ما بينهم ظهر وبقوة في سنة 2011 لما جه دييجو سيميوني ما حولش النادي بس الفريق بيكسب، هو خلى النادي يبقى انعكاس لشخصيته: العناد، الشدة، الرفض للاستسلام، والتركيز على المجموعة أكثر من التركيز على النجم الفردي. في أندية بتدور على اللعب الحلو، وأندية بتدور على النجوم الغاليين، وأتلتيكو بقى بيدور على حاجة تانية خالص: الشخصية، اللاعب اللي بيقبل يتعب ويتألم ويفضل مركز لآخر ثانية، ده اللي بينفع معاه. طريقة اللعب من الناحية التكتيكية، أتلتيكو مدريد تحت سيميوني مش بيلعب حلو بالمعنى التقليدي. الفريق غالبا بيلعب بطريقة مضغوطة جدا في الدفاع، خطوط قريبة من بعضها، ومش بيدي مساحات. لما بياخدوا الكورة مش بيفضلوا يدوروا عليها كتير، بيركزوا على التحول السريع والهجمات المرتدة الحادة. كمان عندهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة، وده جزء مهم من شخصيتهم. المهم مش بس الخطة، المهم العقلية اللي وراها. سيميوني دايما بيأكد على الشدة والانضباط والروح القتالية. اللاعب اللي مش بيجري وما بيضغطش مهما كانت موهبته ايه مش هيفضل كتير في النادي. ده عكس تماما فلسفة برشلونة مثلا، اللي لسنين طويلة كانت بتقوم على الاستحواذ والتحكم في الإيقاع والجمال الفني. وعكس برضه ريال مدريد اللي كتير بيعتمد على جودة الأفراد واللعب الفردي وقدرتهم على حسم المباريات في اللحظات الحاسمة. الجماهير والأجواء. جماهير أتلتيكو مدريد ليها طابع خاص، مش بالضرورة الأكبر عددا في أوروبا، لكن ليها صوت وهوية واضحة. في الواندا متروبوليتانو الأجواء بتبقى شديدة، خصوصا في المباريات الكبيرة. الجمهور مش بس بيحضر، هو بيشارك في المعاناة والفرحة بنفس الدرجة. في أندية جمهورها بيحب الفوز النظيف واللعب الهجومي الممتع، وجمهور أتلتيكو متعود على فكرة إن الفوز بيجي بعد شقاء ومعاناة، وده بيخلي العلاقة بين الفريق والجمهور أقوى في لحظات الصعوبة. سياسة الانتقالات والرفض. هنا بقى بيجي الجزء اللي بيوضح الفرق أكتر ما بين الأندية الكبيرة. عادة لما بيجي عرض ضخم على لعيب أساسي عندهم، بتفكر بالعقل وبتحسبها بالفلوس، وبين البديل ومين المصلحة اللي هتخش عليهم كفرقة. أتلتيكو بقى ليه نظرة مختلفة تماما وأحيانا في هذا الموضوع. أحدثهم وهو مثال واضح جدا: في صيف 2026 ريال مدريد قدم عرض حوالي 150 مليون يورو على جوليان ألفاريز، وأتلتيكو مدريد رفض بشكل قاطع، وكمان ردوا بطريقة فيها سخرية واضحة على موقفهم. وده مش صدفة، النادي بيحاول يحافظ على نواة معينة وعلى روح نواة معينة جوه الفريق. مش كل عرض كبير بيبقى مقبول حتى لو العرض او الرقم كان كبير جدا. ده عكس منطق كتير من الأندية الكبيرة اللي بتشوف ان اي لعيب له سعر، ولما السعر يبقى مناسب بيتم البيع. لكن اتلتيكو هو بيشوف ان انا مصلحتي بتبقى فين، وانا على حسب مصلحتي انا ابيعه براحتي. المقارنة مع ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس. خلينا نقارن بهدوء ومن غير أي مناقشات كتير.
نروح الاول لريال مدريد. نادي ريال مدريد هو نادي مبني على الفوز والهيمنة، عندهم تاريخ مؤسسي قوي جدا وقدرة على جذب النجوم وثقافة ان الفوز هو كل حاجة. الهوية بتاعتهم مرتبطة بالانتصارات الكبيرة اكتر من طريقة الوصول ليها. نروح لبرشلونة. برشلونة النادي كان لسنين طويلة بيحط الفلسفة والاسلوب قبل اي حاجة. الاستحواذ، التحكم، التخرج من اللمسية، دي كانت أعمدة هوايتهم حتى لو الواقع اتغير شوية في السنوات الأخيرة. يوفنتوس تاريخيا نادي نتائج بامتياز، التركيز على كسب والاستقرار المؤسسي وأحيانا على حساب الجانب الرومانسي أو الجماهير العاطفي. أما أتلتيكو بقى، فأتلتيكو هوايته أقرب لفكرة المقاومة، مش بالضرورة هي الأجمل، مش بالضرورة هي الأغنى، مش بالضرورة هي الأحسن، مش دايما الأكثر نجوما، لكن مصر إنه يفضل على طبيعته. في الآخر أتلتيكو مش مختلف عشان هو أحسن أو أسوأ من الباقي، هو مختلف عن اختار طريق تاني، اختار يبني هويته على الشدة والعناد، اختار يبني طريقه بنفسه والمجموعة مش على البريق والفلوس والفلسفة الجمالية بس، ولكن ده اللي بيخلي متابعته مختلفة. لما بتكسب مع أتلتيكو بتحس انك كسبت بعد معركة، ولما بتخسر بتحس ان الخسارة جزء من القصة مش نهاية العالم. لو وصلت لهنا قول لي في التعليقات، هل شايف ان اتلتيكو مدريد فعلا نادي مختلف ولا الكلام مبالغ؟ ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك عشان نوصل للمحتوى الجاي اقوى. اشوفك في الفيديو الجاي وسلام.